لقصة وأحداث مسلسل فن الحرب. بتدور أحداث مسلسل فن الحرب حول شخصية زياد، حول شخصية يوسف الشريف اللي بيختار طريقة تمثيل بدل ما كان ينضم لأعمال أبوه، لكن في مفاجأة بتحصل خيانة بتؤدي لانهيار إمبراطورية أبوه والعيلة، وبتودي أبوه إلى السجن وبيتوفى. وبعد وفاة أبوه بيعود زياد ومصمم على استرداد الفلوس المسروقة وإن هو يستعيد اسم العيلة، وبيستعين بموهبته في التمثيل وذكائه في الانتقام. ومع اقتراب زياد لتحقيق هدفه بيلاقي نفسه عالق في لعبة مزدوجة خطيرة، خاصة لما دنيا ابنة عدوه بتقع في طريقه، ومش بس بتقع في طريقه، دي بتقع في حبه كمان، وبتقرر ان هي تساعده. طبعا بتساعده في السر. طبعا خلال الاعلان اللي نزل، البرومو او التيزر الاول اللي نزل، تشوف ان يوسف الشريف ان هو بيكون فريق عشان يرجع حقه، وان هو بيوعدهم بضعف الفلوس. كل واحد فيكم هترجع له فلوسه وعليهم 10 مليون جنيه. خلال التيزر الاول اللي نزل اعتقد كان مدته 30 ثانيه، ان زياد يوسف الشريف وقاعد على كرسي وبيقرا كتاب، وان الكتاب ده اسمه فن الحرب، الكتاب اللي مبني عليه اسم المسلسل او قصه المسلسل، وان هو هيستخدم الكتاب ده، كتاب فن الحرب، وان هو اللي هيساعده عشان يرجع حق من الناس اللي سرقوه ونصبوا على ابوه، والاعداء اللي كانت سبب في انهيار العيله وسجن ابوه وموته. في قوانين بتنظم الكون وبتتكرر في كل حاجة. عمره 2500 سنة، بيشرح للقادة العسكريين ازاي ينتصروا في المعارك، وانا قررت استخدم الكتاب ده.